ان انا نزلت بوست قبل كده عن كابتن سيد، فهو بيرده لي يعني ان انا قلت ان تخيلوا لو يوريتيتش والكابتن سيد كانوا في جهاز واحد فكانوا هيطردوا كم مره. على فكره هذا ليس عيبا في الكابتن سيد ولا في يوريتيتش ولا في اي حد، لكن هذه هي حقيقه. انا بنتكلم كوره. فمن ضمن الحاجات اللي كانت بتميز كابتن سيد كمدير كوره عن لدى جمهور النادي الاهلي هو ان هو كان بيعترض وبيتحدى الحكام و بيطرد الحكام، فكان بيعتبروا ده انه ده عامل ضغط بيعمله المدير الكوره على الحكام، فبيخافوا من الاهلي او بيخافوا من المدير الكوره. عامل ضغط وبيطلع يتكلم في التليفون ويتكلم في التلفزيون ويتكلم على قناه الاهلي ويتكلم على القنوات، تمام. وفي نفس الوقت اتطرد اكتر من مره. وفي نفس الوقت لما جه خالد بيبو قعد فقال لك لا يا عم خالد بيبو ايه ده هادي وما بيعملش حاجه وما بيعترضش على الحكام وبيقعد ما بيتحركش غير سيد ده بيروح يقوم ويتعترض. ده كان من ضمن يعني ميزات اللي كان بيعتبرها جمهور النادي الاهلي عند الكابتن سيد يعني. وانا هقول كابتن سيد مش هقول سيد بقى مجازا زي ما هو قال يعني. هو بالتالي حاجه عاديه يعني. وعايز اوجه رساله بقى لبعض الناس يا جماعه. في بعض الصحفيين انا ما بحبش اذكر اسماء لان انا مش عايز ادخل في خناقه مع حد او حد يجرني لخناقه. في شخص بسم الله ما شاء الله صلى على النبي وفعل اللايك والشير، تمام. اولا كلنا هنصلي على النبي، لكن فعل اللايك والشير ده انا من وجهه نظري دي شحاته. يعني معلش حضرتك عايز تفعل اللايك والشير عشان صفحتك تكبر، عشان الناس تخش عندك، عشان تكسب فلوس، خلاص، عشان المشاهدات تزيد. وده برضو لا يعيبك وانا مش زعلان ولا اي حاجه وبتاع، بس ما تقعدش بقى ترمي كلام على غيرك وكده. نمره 2، اي واحد بيطلع انا قلت وجهه نظر ورأي، قلت رأيي في كابتن حسام، زعلت من كابتن سيد على موقفه وقال انه دمه تقيل، عملت انت مالك؟ هو انت بتطلع ترد ليه؟ هو انت مالك؟ انت مالك؟ هو انت دورك ان انت تطلع ترد على خالد قال ايه؟ معرفش شوبير قال ايه؟ محمد قال ايه؟ جلال قال ايه؟ سيد قال ايه؟ معرفش. انت مالك؟ انت راجل صحفي رياضي، اطلع قول اخبار، اطلع قول الكلام دوت. لكن بقى هتبقى محامي ومحامي لفلان على علان، يعني معروف يعني انت تبع مين ومين اللجان اللي بتحرك مين، ومين اللي شغال مع اللجان، ومين اللي بيروح كل ايفنتات بتجيله دعاوي ايفنتات عشان يروح، ومين اللي بيكره نادي وبيحب نادي وبيشتغل لصالح نادي ومصلحته في الحته دي، ويقعد بقى يطلع ينظر علينا ويتكلم علينا ويقول علينا وبتاع. زي ما طلعت برضه قلت ورديت يعني بالقرآن الكريم او بشعر كالمتنبي او الامام الشافعي رضي الله عنه. طب انت مالك برضه؟ انت مالك؟ يعني انا ولا بقعد اقول صلي على النبي واقول ايات قرانيه واقعد اذم في الناس واشتمهم واقلل منهم واتنمر عليهم ايه انت مالك؟ فبالتالي للاسف ناس بقت حشريه وبتدخل نفسها في امور ليس لها علاقه بالموضوع خالص نهائي يعني. وبرضه هي دي حياتهم يعني بني ادمين بيتفتحوا ويتعرف ان فلان ده كان شغال عند فلان عشان يشتم فلان ويطلع يكلمني بالصح والغلط، او يقول عليا منحاز وهو بيقدم محتوى كله انحياز. طب انت ازاي انت هيكون عندك القدره ان انت تقيم بني ادم منحاز وتقول له يا منحاز وانت منحاز؟ يعني حاجه غريبه جدا. انت مش انت منحاز بقى، ده انت منحاز وبتشتغل عند الانحياز وبتقبض من المنحاز اللي منحاز له وبتروح ايفنتات اللي منحاز له ومصلحتك مع اللي منحاز له، فتيجي تقيم غيرك. الحمد لله فكره يعني الواحد يعني بيشتغل بما يرضي الله، بيقول اللي هو اللي ليه واللي عليه، بيقول حق ربنا. من وجهه نظري جمهور الزمالك يزعل مني، جمهور الاهلي يزعل، يعني في النهايه انا بقدم محتوى وبقدم معلومه. انا محسوب على الزمالك ونجم الزمالك وكابتن الزمالك
على مدار التاريخ، لكن ده مش معناه ان انا هخش يمين اما اشوف حق وده هكون ضد الزمالك فاخش شمال وما اتكلمش فيه او بتاع، لان ده عملي وشغلي، فلازم اكون صادق مع الناس. واكيد وانا كاعلامي بتمنى الصواب للجميع، واتمنى ان التنافس يكون في الملعب، يعني التنافس ما بين الفرق يكون في الملعب. اكيد انا من جوايا عايز الزمالك يكسب، وده بيبقى واضح عليا، ما بخبيهوش او بمثل او بخبي انتمائي من وانا صغير. ما اقولش لا انا عمري، انا مش ولا زملكاوي ولا اهلاوي، لا 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 لا، انا ماليش علاقه بالقصه دي. لا، مش حقيقي، كل واحد له انتماء، لكن اللي يفرق من واحد اهلاوي ومن واحد زملكاوي هو كلمه الحق، هو ان انت تقول حق ربنا سواء عليك او على غيرك، ان انت تتقبل ده. فده كان كلامي، وعايز اقول كلمه اخيره كده لبلدي، بلدي مصر، ودي من القلب يعني. مصر هي اللي بتحمي العرب